لو كنت طالب بالعراق راح تعرف شنو مشكلة الزي المدرسي بالعراق. انت كطالب عراقي راح تلتزم بزي موحد، ويا ريت لو زي عادي. سواء كنت ولد راح يلزمونك انه تلبس قميص ابيض ببنطلون اسود، ما تعرف شنو السبب. او اذا كنت بنيه راح يلزمونك تلبسين لو صدريه سوداء لو نيليه، ولازم قميص ابيض. والقميص لو علي مثلا يقوموا ما يقبلون، يعني تخيل فوق ما تشددات الزي المدرسي ما يقبلون تلبس فوقه اي شيء ثاني. يعني سواء كانت ترشية أو قلادة أو محبس ياخذوها منه. ما تعرف هذا بشنو راح يأثر على التدريس. إحنا مدارسنا بالعراق أكثر شيء مركزة على الزي وما مركزة على التدريس. يعني هسه مثلا الطالب عنده زي موحد، أوكي، ويتحاسب عليه لهنا، أوكي. زين ليش المدرس ما عنده زي موحد؟ ليش المدرسة كل مرة تجي طابة وجهها مكياج وما تحاسبوها؟ أو مثلا تجي لابسة فستان بالمدرسة، شنو هي جاي الدرس لو عرس مثلا؟ أو الأستاذ رافع شعره مثلا وجاي يدرس، أو مثلا لابس لك قميص حصر وبنطلون نيلي مدري لون. ليش؟ زين انتم ليش ما تحاسبونهم؟ يعني انتم قادرين بس على الطالب؟ ويا ريت لو مشاكلنا تقتصر بس على الزي الرسمي. يعني مثلا لو لبست الزي رسمي ولبست محبس ما راح يقبلون. زين ايش دخل المحبس؟ او لبست الترشيه راح ينزعوها منك. انا كبنيه بالمدرسه مره من المرات لبست 3 تراتشي، انا مزرفه 3 ظروف. المهم لبستها نزعتني اهل المدرسه، والمشكله ما يرجعون الغراض، يروحون يحرقوها ورا المدرسه. زين هو حلال حرام؟ زين هو ايش دخل هاي الاشياء كلها بالمدرسه؟ حتى الساعه، تخيلوا يعني حتى الساعه لازم تكون بيضاء او سود. يركزون على جواربك اذا كانت بيضاء او سود. دخيل الله ما ينتبهون هيك على الدراسه، بس ينتبهون على الزي وعلى هالسوالف. يعني هسه اني زين مني وجاي اطبق الزي، تجون تلحقوني والله شنو لابسه محبس. مثلا اني كولد قاص شعر هذا الموديل وانتم ما يعجبكم. عندك مثلا مدارس اليو اس اي او الولايات المتحده الامريكيه، حرفيا يجون بملابس البيت، اي شيء يعجبهم يجون يلبسونه ويجون. قله من المدارس اليو اس اي يعني عندهم زي رسمي، يعني قله كلش. يعني ويا ريت لو الالتزام بزي عليه درجات. تخيل حتى لو القميص كان بوردة مثلا ما يقبلون، بروش ما يقبلون، اي شيء عادي ما يقبلون. مع العلم ماكو هيك قانون يقول ممنوع نلبس هيك بالمدرسه، بس هم يتفلسفون بكيفهم. يعني مثلا حتى لو كان طالب فقير عنده صدريه قديمه يلبس يعني او قمصله، راح يشقونه بالنص صدقون. لان مره من المرات طالبه فقيره كانت لابسه قمصله خضراء، طلعوها بالاصطفاف وخذوا القمصله مالتها وحرقوها. تخيل المتخلف وين وصل. عندنا الدول المتقدمه يسوون مهرجانات بمدارس وهالسوالف وما يركزون على هاي السوالف التافهه، لكن احنا مدارسنا ما يسوون لنا اي تنميه مواهب، ما يسوون لنا نشاطات بالمدرسه، حتى مكتبه تخيل معدة بالمدرسه، وجايين يركضين على الزي. يعني يا وزاره التربيه يا مدراء المدارس، اول شيء انتبهوا شلون تطورون مدارسكم، وبعدين ركزوا على سالفه الترشيه والشعر والقميص. ترى والله تعبانه سوالفكم هاي. شايفين شي نحكي عليكم بالاصطفاف؟ شايفين كمية الرسائل اللي تجيكم من تسوون اصطفاف يوم الخميس وتسلقونا ساعتين بالشمس؟ حقكم والله ما تدرون، حقكم.